السلام عليكم. في ثاني مباراة لمدرب النصر الجديد بيقول لي أثبت إنه واضح جايب فكر مختلف وجراءة كبيرة، خصوصا وإنها أول مباراة له في كأس الملك السعودي وثاني مباراة له بشكل عام. بيقول لي قرر يبدأ المباراة بتشكيلة جديدة مختلفة تماما عن اللي لعب فيها المباراة الأولى، وظهر إنه ناوي يعطي فرصة لكثير من اللاعبين لإثبات أنفسهم والمشاركة رغم إنه كان يقدر يدخل بتشكيلة أقوى. وأول تغيير من بيقول لي كان في خط الدفاع، واللي شكل مفاجأة للجميع رغم جاهزية المدافع الجديد محمد سيماكان اللي النصر جايبه عشان يكون ركيزة دفاعية قوية، إلا أنه بيقول لي فضل يبدأ بمحمد آل الفتيل، والقرار هذا ما كان عبث. بيقول لي يبغى يشوف مستوى الفتيل الحقيقي ويعطيه فرصة يثبت نفسه ويشوف إذا يقدر يتحمل ضغط المباريات الكبيرة، خصوصا أن مباراة اليوم كانت مباراة خروج المغلوب. وبيقول لي واضح أنه يبي يعتمد على كل اللاعبين ويشوف اللي عنده القدرة يكون جزء من الفريق الأساسي، حتى لو في لاعبين جاهزين زي سيماكان، وحتى يكون اللاعبين جاهزين في كل وقت وكل مباراة. وأيضا بيقول لي قرر يعطي راحة لسلطان الغنام اللي كان مستواه ممتاز الفترة الأخيرة. الغنام كان يلعب بشكل متواصل، وبيقول لي يبدو أنه يبغى يحافظ على جاهزيته لبقية الموسم، لكن لسوء الحظ تعرض النجد للإصابة، فقرر المدرب بيقول لي مشاركة الغنام. وأيضا قرر يدخل نواف بوشل بدل من النجدي، وبوشل قدم أداء جيد في المباراة. وبيقول لي من خلال هذه التغييرات يوضح أنه يبغى يحافظ على جاهزية الفريق ككل وما يعتمد على لاعب واحد طوال الوقت. أما في خط الوسط فبيقول لي اتخذ قرار جريء، استبعد عبد الله الخيبري اللي كان مستواه نازل في المباريات الأخيرة، وقرر يعطي فرصة للشاب الواعد مختار علي. القرار كان مفاجئ للبعض، لكن واضح انه جزء من خطة بيولي لتجديد الدماء في الفريق واعطاء اللاعبين الشباب الفرصة لاثبات انفسهم. ومختار علي دخل المباراة بعزيمة قوية، وبيولي واضح انه شايف فيه مستقبل كبير مع الفريق مثل ما كان شايف فيه جمهور النصر. لكن لسوء الحظ تعرض لاعب خط وسط نادي النصر مختار علي للإصابة خلال الشوط الأول من المباراة أمام نادي الحزم اللي يقيم ضمن منافسات كأس الملك السعودي. وبحسب التقارير الطبية الأولوية اشتبه أن الإصابة اللي تعرض لها اللاعب هي في العضلة الخلفية للفخذ، وهو ما اضطر المدرب إلى استبداله بشكل فوري للحفاظ عليه من تفاقم الإصابة. وتجري حاليا الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد مدى خطورة الإصابة وفترة غياب مختار علي عن الملاعب. واللي يميز بيقول لي في المباراة انه مو معتمد على الاسماء او اللاعبين المعروفين، بل يعطي فرصة لاي لاعب يقدم اداء قوي في التدريبات والمباريات. وهالشيء يعكس رؤية بيقول لي لبناء فريق قوي متوازن يعتمد على الاداء وليس السمعة. اما المفاجأة الاكبر فكانت في خط الهجوم. بيقول لي قرر يعطي كريستيانو رونالدو راحة واستبعده بشكل رسمي من تشكيلة المباراة، رغم ان الكل كان يتوقع مشاركة رونالدو في كل المباريات خصوصا في مباراة كأس الملك، إلا أن بيولي يفضل أنه يحافظ على رونالدو للمباريات القادمة، وهذا أفضل قرار سواه بيولي. وبدلا من ذلك دخل بخط هجوم قوي بدون الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو. والمثير للاهتمام أن الوافد الجديد ويسلي كان على دكة البدلاء وما دخل بشكل أساسي في تشكيلة المباراة، رغم أن الكثير كانوا يتوقعون أن يكون جزء من التشكيلة الأساسية من البداية. لكن بيولي قرر يعطيه فرصة في الشوط الثاني، وهالقرار يظهر أن بيولي يبي يشرك اللاعبين الجدد بالتدريج ويعطيهم وقت يتأقلمون مع الفريق قبل ما يعتمد عليهم بشكل كامل، وحتى لا يتعرض اللاعب لضغط وما يقدم المطلوب منه في أول مباراة. من خلال هالتغييرات نقدر نستشف أن بيولي مو قاعد يدرب الفريق لمجرد الفوز في المباريات الحالية، بل يبني فريق قوي للمستقبل يعتمد على تدوير اللاعبين ويعطي الفرصة للجميع عشان يضمن أن كل لاعب في الفريق مستعد يقدم أفضل ما عنده في أي لحظة يحتاج الفريق فيها. وهالشيء طبعا راح يخلق جو من التنافس الإيجابي بين اللاعبين ويزيد من قوة الفريق ككل. وبيولي أثبت أنه عنده فكر تكتيكي عالي ويعرف كيف يدير اللاعبين ويختار التشكيلة المناسبة لكل مباراة. صحيح أنها كانت ثاني مباراة له، لكن القرارات اللي اتخذها كانت جريئة وتعكس أنه يبي يحقق النجاح مع النصر على المدى الطويل. وإذا ما كنتم عارفين، حسب مصادر قريبة من نادي النصر كشفت أن المدرب الإيطالي بيولي كان غاضب على بعض اللاعبين خاصة البرازيلي أندرسون تاليسكا وعبد الرحمن غريب، والسبب الرئيسي لغضبه أن اللاعبين ما يضغطون على لاعبين الخصم زي ما طلب منهم بيولي، وهذا الشيء أثر بشكل كبير على أداء الفريق في أغلب أوقات المباراة. وبيولي اللي معروف أسلوبه الصارم والتكتيك العالي لاحظ أن في تراجع من بعض اللاعبين في تنفيذ تعليماته، وكان غاضب على تاليسكا وغريب لأنهم ما كانوا يضغطون على اللاعبين الخصم لما تكون الكرة معهم، وهو جزء مهم من خطته اللي يبغى الفريق يمسك اللعب ويحد من تحركات الخصم. وأيضا المدرب اجتمع مع اللاعبين بعد المباراة وقال لهم بشكل واضح وصريح أي لاعب ما ينفذ التعليمات في المستقبل راح يتعرض لعقوبة، والعقوبة ممكن تصل لاستبعاد من المباريات الجاية بغض النظر عن اسمه أو نجوميته.
منظومته. وبيولي أكد أن النجاح يتطلب التزام كامل من كل اللاعبين، مو بس يعتمدون على النجوم في الهجوم وتسجيل الأهداف. وقال أن الضغط على الخصم يبدأ من المهاجمين، وإذا ما التزموا بالضغط والفريق كله بيتأثر وبيتعرض لضغط دفاعي أكبر. وطبعا الإدارة الفنية في النادي واقفة مع بيولي وتدعم كل قراراته عشان الفريق يحقق أهدافه في البطولات. وعلشان كذا تاليسكا وغريب مطالبين الحين انهم يثبتون التزامهم بتوجيهات المدرب ويحسنون من مشاركتهم في الضغط والدفاع، واذا ما سووا كذا ممكن يخسرون اماكنهم في التشكيلة الاساسية وايضا في تشكيلة اللقاء بشكل عام. من وجهة نظري الشخصية ان النصر مع المدرب الجديد ستيفن بيولي بدأ يسير في الطريق الصحيح بعد فترة من الضياع وعدم الاستقرار تحت قيادة المدرب السابق الفاشل لويس كاسترو. مع كاسترو الفريق كان يعاني من مشاكل واضحة في التشكيل والتكتيك خصوصا دفاعيا، وكان واضح أن اللاعبين لم يكونوا قادرين على التأقلم مع أسلوبه بالشكل المطلوب، مما أثر على نتائج الفريق وخسارة كل البطولات. لكن مع قدوم بيولي الأمور بدأت تتغير بشكل ملموس، الفريق أصبح أكثر تنظيما في الملعب وهناك وضوح في الأدوار اللي يلعبها كل لاعب. بيولي جلب معه أسلوب تكتيكي واضح يعتمد على الضغط العالي والتحكم بالكرة، بالإضافة إلى تحسين الانضباط الدفاعي، وهي الأمور اللي كان النصر يحتاجها بشدة. لكن الانطباع الأول مبشر جدا ويعطي شعور أن النصر قادر على استعادة قوته ومكانته في المنافسات الكبرى. إذا استمر الفريق على هذا النهج أعتقد أن النصر سيكون منافس قوي على الدوري السعودي وأيضا دوري أبطال آسيا. والأهم من كل هذا الآن هو الاستمرار والعمل بجدية على تطوير الأداء أكثر والحفاظ على الروح العالية اللي ظهرت مع الفريق مع قدوم بيولي، لأن النصر يمتلك الإمكانيات سواء من حيث اللاعبين أو دعم الجماهير، وما ينقصه فقط هو الاستقرار الفني والانضباط داخل الملعب، وهي الأمور اللي يبدو أن بيولي بدأ يزرعها في الفريق. وفي النهاية أرى أن النصر مع بيولي بدأ يعود للطريق الصحيح، ونتمنى أن يستمر هذا التحسن عشان نشوف الفريق في أعلى مستوياته وينافس على كل البطولات. وبس تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. في أمان الله.